منطقة باب الدرب إحدى المناطق الحديثة من حيث الأبنية البسيطة، حيث لم تشمل هذه المنطقة بأبسط الخدمات التي تصبو في صالح المواطنين من شبكة مياه الصرف الصحي ومياه الإسالة. وأما أسلاك الكهرباء فإنهم قد أجبروا على مد هذه الأسلاك على حسابهم الخاص. هاي المنطقة لحد الآن لا ماء لا كهرباء لا مشروع لا مدرسة ولا شيء، يعني منطقة بنوا هاي ال 14 دور مال المحافظة وبصورة عامة يعني لا بيها كهرباء ولا ماء، منطقة يعني حتى التبليط حتى الشارع مو شيء، يعني وين مكان. يعني بهالحالة احنا تعبنا والله تعبنا يا أخي، يعني احنا نريد خدمات، يعني نريد مدرسة هاي لأطفالنا، وين يروحون وين يدرسون؟ وين يدرسون؟ يعني وين يدرسون بعقوبة؟ يعني مثلا لازم مدرسة لازم خدمات لازم أي شيء، خلي يجون المسؤولين خلي يبقوا عن المسؤولين. يعني بهالحالة احنا ندمر بها، صعبة كلش علينا يا اخي. فمثلا بهالحالة لازم يشوفون لنا شارع. خدمات معدومة، يعني ماكو خدمات، مثلا سيارات مال وسخ شيل الوسخ من المنطقة ماكو. يعني الكهرباء يعني هي كهرباء والكهرباء من مو زينة، والماء يجي وسخ يعني ما مصفى. والله اطلب يعني خدمات، يعني كهرباء ماي، هاي العواميد كلها احنا من عندنا، يعني كلها من الناس، يعني صار عندك كلها من العالم، هي تحط عواميد وتشد عليها وايرات وتسحب كهرباء. آمال المواطنين اجتمعت على أن تشمل هذه المنطقة بكافة المشاريع الخدمية التي افتقرت إليها منذ فترة طويلة، ولا سيما بناء مدرسة في هذا الحي الذي لا يحتوي على دار علم في الوقت الحاضر ولا مركز صحي، أملا بأن يكون عام 2014 عاما يطوي صفحة معاناة هذا الحي التي استمرت منذ فترة طويلة. ميزانية جديدة نتأمل يعني خير بركي الله سبحانه وتعالى أنه لأن هاي آلاف البيوت تقريبا هي بس هنا 2000 قطعة، يعني 2000 دار، ال 2000 دار يراد لها خدمات، وإضافة إلى يعني حقيقة نحتاج مستوصف طبي، يعني هنا يمكن آلاف العوائل تروح البعقوبة وبعيدة. اثنين المدارس، مدرسة واحدة وهسه حاليا هي مفلشيها، يعني أطفالنا هسه حايرين بيهم حقيقة لا بنات ولا ولد. يعني وهنا يمكن وراي هسه الكاميرا هي هنا اساسا هي مخصصه كمدرسه. الجهات المعنيه والدوائر الخدميه عليها ان تقوم بدورها الفاعل لتقديم كافه الخدمات الى منطقه باب الدرب وشملها ببعض المشاريع في عام 2014. مصطفى حميد، قناه دياله، بعقوبه.